الزيادات يعني انا شايف هي، انا كنت اتمنى ما نزودش حاجه طبعا، بس احنا الامور كلها فن بتوصل الى 30 مليار فمش بتوسع الامر ازاي. انا عايز انه الدوله تخفف من حجم العبء اللي عليها، انا مع ده 100%، بس انا مش عاوز اخلي هذا العبء يتحمله المواطن. طب خلاص نجيب ميه من الكولدير بقى واحنا ماشيين، نملى ازايز ونقفل الثلاجه اللي في البيت. مصر كلها هتتقلب من كتر الزياده، الناس بتشتكي. طب الناس هتتلج الحاجه في ايه؟ ازاي؟ دي اساسيات. يعني احنا عايزين يرجعونا للعصر القديم تاني، الناس تستغنى عن كل شيء، ازاي طيب؟ طب هات لي كده واحد كده من اللي ماشي ده اساله كده، اقول له انت في حاجه كويسه في البلد، في حاجه ظهرت جديده، هيقول لك لا كله للاسوء، كله للزفت، كله للبلا الازرق. احنا في 2016 مين واحد ما عندوش ده ممكن تلاقي ثلاجه واثنين كمان. المفروض يعني كثلاجه او تلفزيون او بتاع، دي من الضروريات ما يقدرش يستغنى عنها. ده حضرتك هو ده حد، طب هل ده متحمل يا فندم؟ كان 19 هو 19 عندنا حل تاني. كان 26 بقى 21 ونص. عندي حل تاني. اتفضل. هو 19 هو 19 ازاي؟ يعني ده اللي انا برضه مش يا فندم. لا انا فاهم يعني انا شفت الجدول. يعني هو عنده زياده في الفاتوره بتاعته السنه دي. انا بقارن يا فندم، انا بقارن بايه يا فندم؟ بقارن ما بين السنه دي خطه اعاده الهيكله اللي كانت منشوره من سنتين يا فندم. بيتكلم في ثلاجه، طب ما بيتكلمش ليه في جهاز تكييف؟ ما بيتكلمش ليه الناس المقتدره؟ الموظف ابو 1000 جنيه يعمل ايه؟ خلي الناس اللي تنزل قرارات ده تنزل تشوف الشعب، تعيش مع عامه الشعب، هتتعب. تصريحاته مستفزه للناس، الناس كلها مع السيسي والناس مع البلد، بس هل انت موفر حاجه غير الثلاجه ديت؟ احنا مش بنحس ان احنا في فرق بين محدود الدخل وبين حد تاني اعلى منا يعني. ما يبصش على المستوى اللي هو عايش فيه. في ناس مش لاقيه تاكل. الدنيا كلها عارفه ان في ديون في الدوله، بس ما ينفعش نسدد الديون من حق الغلبان.